في وقت الحرب ووقت الخوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وكان يدعو الله سبحانه وتعالى. فالتزموا بهذا الدعاء، قولوا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يضام، رب إنا نستودعك بلادنا وأمننا فاصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وسائر بلاد المسلمين يا جبار. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. هذه الأدعية كان يدعيها النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخوف وفي حال الحرب. الطمأنينة بين الناس، لا تنشرون الأشياء الكاذبة واستغفروا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ادعوا الله سبحانه وتعالى، صلوا ركعتين، وبإذن الله الله سبحانه وتعالى الحافظ.